ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف ولد عدنان، نبينا محمد القائل فيما صح عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، والقائل صلوات الله وسلامه عليه الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إخوتي الكرام، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم في اليوم الثاني أو الدرس الثاني من دروس المنهج العلمي لامتحان إجازة حفظ القرآن الكريم ضمن برنامج إعداد الذي تشرف عليه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية. الدرس الثاني نشرع بعون الله في قراءة كتاب المنهج العلمي لامتحان إجازة حفظ القرآن الكريم مع التعليق عليه بعون الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فإنه لما كان طلاب حلق تحفيظ القرآن الكريم عموما وبخاصة المتقدمون منهم لامتحان نيل إجازة حفظ القرآن الكريم بحاجة ماسة إلى الإلمام بعلومه التي لا بد منها لقارئي القرآن ومقرئيه وعموم طلابه ومعلميه، قال: وحرصا من إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا على الرقي بكيفية التدريس والتلقين لكتاب الله والرفع من مستوى المعلمين والمتعلمين، فقد كلفت هذه الإدارة لجنة من المختصين لإعداد منهج معتمد موحد يرجع إليه جميع الطلاب المقدمين لامتحان نيل إجازة حفظ القرآن الكريم لهذا العام 42 و400 وألف من الهجرة الموافق للعام 2021 ميلادي. قال: وهو في عمومه منهج ميسر يساعد المتقدمين على معرفة أهم القواعد والأحكام في بعض علوم القرآن الكريم التي لا بد للحفظة من الإحاطة بها. قال: من أجل هذا وذاك قامت اللجنة، الصواب بكسر الله، قال: من أجل هذا وذاك قامت اللجنة بعد التوكل على الله بإعداد هذا المنهج وتضمينه الفصول الآتية: أولا، آداب حملة القرآن الكريم; ثانيا، أحكام التجويد; ثالثا، أصول رواية الإمام قانون من طريق الشاطبية; رابعا، الرسم العثماني والضبط. قال: واللجنة إذ تقدم عملها هذا تدعو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون موفيا بالغرض المطلوب، وأن يوفق أبناءنا الطلاب لفهمه والإفادة منه، إنه سميع مجيب. قال: ونعلم الجميع أن هذه هي الطبعة الأولى للمنهج، وسيتم بحول الله تعالى تكثيف الجهود ومواصلتها لتطويره وتعزيزه في طبعات أخرى مستقبلا، ونأمل من جميع المختصين والمعلمين والطلاب مراسلة الإدارة لعلاج أي سهو أو خطأ أو تقصير أو لإضفاء أي اقتراح أو تعديل، والله الموفق. إعداد لجنة إعداد المناهج العلمية بإدارة القرآن الكريم والسنة النبوية. طيب، هذه مقدمة الكتاب، جزاهم الله خيرا، إدارة شؤون القرآن الكريم ولجنتين إعداد المناهج ولجنة الخبراء، جزاهم الله خيرا على الجهود التي بذلت في وقت قصير جدا وفي ظرف عصيب تعلمونه حتى خرج بهذه الصورة. البداية كانت مع حمد الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب
دأب عليه أهل العلم أن يفتتحوا مصنفاتهم وكتبهم بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكروا مسألة مهمة وهي الحاجة للمصنف. هذه مهمة جدا حتى يعني إلى هذا المنهج. مر معنا في الدرس الماضي، في الدرس الأول، مر معنا ما يتعلق بالمسيرة المباركة في الامتحان إجازة حفظ القرآن الكريم. وفي كل مرة يعني يتطور وتظهر الحاجة لتعديلات. هذه التعديلات كان من ضمنها هذا المنهج. طبعا جاء وصف المنهج وأنه يتضمن 4 فروع: آداب حملة القرآن الكريم، وأحكام التجويد، وأصول الرواية، وما يتعلق بالرسم العثماني والضبط القرآني. هنا فقط هذه العبارة تحتاج إلى تعديل: الرسم العثماني والضبط القرآني. هذه الهاء يعني لا تصح في هذا الموضع، لأن الرسم كما هو معروف. طيب، نقف عند هذه النقطة سريعا للحاجة إليها. الرسم العثماني: نسب الرسم إلى عثمان، إما نسبة زمن لأنه وضع في زمن عثمان، أو نسبة أمر لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي شكل اللجنة التي قامت بوضع هذا الرسم، واعتمدت المصاحف على الشكل المعروف اليوم أو على الرسم المعروف اليوم. أما قضية الضبط، المصاحف لم تكن مضبوطة، كانت خالية من الشكل، لا فيها حركات ولا فيها نقط، وإنما هو يعني أمر متأخر، ولهذا يقال الرسم العثماني ولا يقال الضبط العثماني. هنا يصح أن يقال. رابعا: الرسم العثماني وضبط القرآن الكريم، أو الرسم العثماني والضبط القرآني. طيب، هذه هي الطبعة الأولى. ويعني جزاهم الله خيرا، قالوا: من كانت له أي ملاحظة على المنهج فليتفضل بها مشكورا. قال: الفصل الأول: آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم للمعلم والمتعلم. طيب، هنا بدأ في آداب حملة القرآن الكريم للمعلم والمتعلم. قال: المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال: أما بعد. فإن الله سبحانه لم ينزل القرآن الكريم لتتلى حروفه وتحفظ كلماته فحسب، بل أنزله لكي يتدبر المسلم آياته ويفهم معانيه ويعمل بما فيه، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: فالواجب على المسلم أن يقيم حدوده ويعظم أمره ويتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن الكريم، كما ينبغي له أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ليكون خير الناس دينا وعلما وأدبا وسلوكا. هذه المقدمة ذكر فيها مسائل بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيها مسائل. المسألة الأولى ذكر الحكمة من إنزال القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عفوا. طيب، إذن الحكمة من إنزال القرآن الكريم هو التدبر والتذكر. وهذه يعني فائدة. هذه لام التعليل، لتتدبر الآيات، تنظر في المعنى. والتدبر يعني من شدة الفقه أن تنظر في الكلمة، قالوا حتى إذا انتهيت منها تعيدها من جديد، إذا أدبرت تعيدها من جديد، فهو فيه نظر بعد نظر. وهذا التدبر
يحث على التذكر، ولهذا قال يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب أهل العقول. هنا مسألة لطيفة فقط. انظر الآن سبحان الله إلى أهمية الوقف. قال أما بعد فإن الله سبحانه لم ينزل القرآن لتتلى حروفه وتحفظ كلماته. إذا توقفت هنا كان في إشكال في المعنى، وإلا كما هو المعنى لتتلى حروفه وتحفظ كلماته فحسب، لأن هذا مطلوب. حفظ الحروف والكلمات مطلوب، حفظ المباني مطلوب جدا، حفظ المبنى هو الذي يحافظ على بقاء المعنى. طيب، قال فالواجب على المسلم أن يقيم حدوده ويعظم أمره. إذن هذا الواجب مع القرآن، أن يكون القرآن هو الإمام في الأخلاق بل على رأسها لنبدأ أن يكون القرآن هو إمامك في العقيدة، أن يكون القرآن هو إمامك في الاتباع، أن يكون القرآن هو إمامك في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك. هذا هو الواجب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاهم الله خيرا. قالوا الذي كان خلقه القرآن. هذا حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وهذا أولى، بل يعني أولى وأفضل وأجود من ما يستدل. البعض قد يأتي بعبارة لا ينبغي الاتيان بها وهم يقولون قرآن يمشي على الأرض. هذه العبارة فيها ما فيها، نبه عليها أهل العلم، لا يصح أن تذكر قضية قرآن يمشي على الأرض. فالقرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، صفة من صفات الله. فلا يقال عن البشر المخلوقين أنهم كانوا قرآنا، وإنما كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. ثم ذكر مسألة وهي الحاجة إلى نشر هذه الآداب في هذا الزمان بالذات. قال والناظر في أحوال القراء في هذا الزمان يجد منهم من لا يلتزم بآداب حملة القرآن الكريم، بل همه منصرف إلى إتمام حفظه وإتقان تلاوته فحسب. ولا شك أن هذه مشكلة كبيرة ومسألة مقلقة للمربين والمهتمين بتعليم كتاب الله. ولا شك أن إتمام حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته أمر جليل لو حصله الإنسان، ولكن الاكتفاء بذلك والانصراف عما هو الأهم من التأدب بآداب حملة القرآن والتخلق بأخلاقه والعمل بما فيه أمر لا يجمل بالمسلم الذي يطلب ثواب الله والدار الآخرة. طيب، هذه مسألة وهي شدة الحاجة في هذا الزمان، بل حقيقة في كل زمان الحاجة إلى الأدب مع القرآن الكريم عظيمة جدا. في كل زمان، في كل حين وآن الحاجة إليه عظيمة جدا. لماذا؟ يقول رب العالمين ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن القرآن من شعائر الله، كل ما أشعر الله بحرمته وعظمته هذه من شعائر الله. فإظهار هذه الشعيرة، شعيرة حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم وكيفية التعامل مع أوامره ونواهيه، لا شك أن لها شأنا عظيما جدا في تقوى القلوب. وهذا يعرفه يعني كلما عظمت القرآن وكلما عظمت أوامره ونواهيه ستجد أثر ذلك في قلبك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بل وستجده عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم ذكر مسألة وهي مكانة هذا العلم عند المتقدمين. قال ولمكانة هذه الآداب في نفوس السابقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد انبرى جمع من أهل العلم إلى تأليف مؤلفات عدة في هذا المجال، من أهمها أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، توفي سنة 60 و300 للهجرة. قال وهو أول من ألف في هذا الباب، وكتابه مطبوع عدة طبعات. كتاب الإمام الآجري يعني سبحان الله هذا الكتاب عجيب جدا. الإمام أبو بكر الآجري له كتابان، الأول اسمه أخلاق العلماء والثاني اسمه أخلاق حملة القرآن الكريم. ما ميز هذا الكتاب إضافة إلى قوة المادة العلمية أن إذا درست الكتاب، خصوصا من مارس أو مهنة التدريس، من عالج التدريس والتحفيظ، إذا قرأت الكتاب تشعر أن المؤلف والمصنف كان محفظا للقرآن الكريم. من أين؟ يأتي بدقائق المسائل. الآن المسائل العلمية لها أدلتها، المسائل العامة قد تخطر في بال طلاب العلم، تخطر في بال العلماء يعني من النظر إلى الأدلة، لكن هناك خفايا مسائل
قضايا تحدث بين الطلاب أو بين الطالب وشيخه أو أثناء الدرس أو غيره، هذه لا يعرفها إلا من مارس التحفيظ. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. قال التبيان في آداب حملة القرآن للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي، توفي سنة 76 و600 وألف، وقد طبع عدة طبعات. قال: رسالة في آداب قراءة القرآن وكيفية نزوله وجمعه ورسمه للشيخ علي بن محمد الأجهوري، توفي سنة 66 وألف للهجرة، طبع حديثا. هذه بعض المصنفات، والمصنفات في هذا الباب كثيرة جدا، يعني بعضها خصص لآداب حملة القرآن مثل كتاب الأجري وكتاب النووي، وبعضها قد يكون ضمن بقية الكتاب، يعني جامع بيان العلم وفضله مثلا لابن عبد البر، ستجد فيه كثير من الآداب، وهم واللجنة جزاهم الله خيرا استدلوا بكثير من كلام ابن عبد البر في ثنايا هذا الكتاب المبارك. قال: وبناء على ما ذكر جمعنا هذه الورقات لإرشاد طلبة القرآن الكريم إلى التأدب بآداب حملته، وقد اجتهدنا في أن يكون الكلام مختصرا مفيدا حاويا خلاصة ما لا يسع أبناءنا الطلبة إغفاله، وقد قسمناه إلى فقرات تضم الآتي. الآن بعد أن ذكر المصنفات في الباب، الآن بدأ في الكتاب. قال: أولا مفهوم آداب حملة القرآن الكريم. المراد بآداب حملة القرآن الكريم هو ما ينبغي لقارئ القرآن الكريم التزامه والتحلي به من الأخلاق والفضائل المحمودة قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. هذا تضمن هذا التعريف تضمن المسائل الآتية. الأولى قال: ما ينبغي لقارئ القرآن الكريم التزامه والتحلي به. هذا الالتزام أو هذا قال ينبغي، هذه تشمل مسألتين. حينما يقال ينبغي كذا، هذه تشمل الواجب والمستحب، هذه تشمل الواجب والمستحب. وسيأتي معنا في المسألة الثانية أن بعض آداب حملة القرآن الكريم من الأمور الواجبة التي لا يسع طالب القرآن الكريم مخالفتها، وبعضها من الأمور المستحبة التي لا يحسن به مخالفتها. المسألة الثانية قال أن هذه الآداب والأخلاق كلها فضائل محمودة. الله عز وجل حينما وصف القرآن قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفعل التفضيل، ليس فقط إلى القيم، وإنما للتي هي أقوم. فقالوا: وفيه من ضمن المسائل: وفيه من الأخلاق والفضائل أعلاها، يعني أعلى الأخلاق، ولهذا ينبغي لطالب القرآن أن يتخلق بها. قال: قولا وفعلا. إذا أخلاق حملة القرآن الكريم تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هناك أقوال ظاهرة وهناك أقوال باطنة، وهناك أفعال ظاهرة وهناك أفعال باطنة، كلها يشملها آداب حملة القرآن الكريم، أو كلها يشملها ما يجب أن يكون عليه طالب القرآن الكريم من الخلق. إذا هذا مفهوم آداب حملة القرآن الكريم، وسيأتي تفصيله. قال: ثانيا حكم التأدب بآداب حملة القرآن الكريم. قال: هذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن الواجب ما ذكره القاضي عياض رحمه الله حيث قال: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده، أي القرآن، أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه، إلى أن قال: أو بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أي القرآن، أو نفى ما أثبته، إلى أن قال: على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. الذي يعني الغرض من الاتيان بهذا النقل من القاضي عياض رحمه الله بيان أن حينما يقال آداب يعني لا يعنى بها أنها أمور مستحبة، هي واجبة، بل يعني بعضها إن لم يلتزم به عياذا بالله قد يكون سببا للخروج من الملة. على تفصيل في هذا طبعا، ولهذا ذكر قال: على علم منه بذلك، على تفصيل في هذه المسائل المعروف عند أهل العلم. الشاهد من كلامه أن من الأخلاق ما هو واجب. قال: ومن المستحب ما ذكره القرطبي رحمه الله في مقدمة التفسير حيث قال: ومن حرمته، أي المصحف أو القرآن، إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورا، وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب، علما كان أو غيره. ومن حرمته
قال أن يضعه في حجره إذا قرأ أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض. ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء. هذا فيه عدة مسائل لعل يعني بعضها سيأتي معنا إن شاء الله في التفصيل، لكن الآن هم يعني استدلوا به أو ذكروه من باب ذكر الآداب المستحبة، وإلا هذه الآداب مستحبة، بمعنى ألا يتركه منشورا. هذا فيه من التأدب مع القرآن الكريم أنك إذا أكملت القراءة أن تغلق المصحف، وهذا فيه أيضا فائدة عملية، وهي ترك الكتاب، أي كتاب تركه مفتوحا لفترة طويلة يضر بالكتاب يعني بتلاصق الكتاب مع بعضه. قال وألا يضع فوقه شيء من الكتب. هذا ذكرها الإمام أيضا، ذكرها البيهقي، أن يكون الكتاب إذا كانت لديك مكتبة أن يكون أعلى شيء هو القرآن. قالوا بعده التفسير، وبعده تأتي كتب الحديث وكتب أهل العلم. هذا الترتيب. لماذا؟ قال حتى يكون أبدا عاليا. طيب إن وضعوا في الرف السفلي فقد خالف الأولى، ولهذا قال هذا من المستحب، وإلا لا شيء عليه. قال ومن حرمته أن يضعه على حجره أو على شيء بين يديه إن كان مستمر في القراءة، ولا يضعه بالأرض. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. وضع القرآن على الأرض على غير جهة التقليل من شأنه هذا أمر جائز، والأفضل أن يوضع إما بين يديه أو في حجره أو على كرسي المصحف المعروف اليوم أو شيء طاولة. لكن إن احتاج إلى وضعه على الأرض فلا بأس. إن احتاج إلى وضعه على الأرض فلا بأس، بمعنى كان يقرأ واحتاج إلى أن يسجد سجدة السهو فوضع المصحف وسجد، هذا لا بأس. كان يقرأ وأراد أن يأخذ كرسي، مثل المصحف عليه كرسي، فينزل المصحف الذي عليه الكرسي ووضع على الأرض ثم وضع مصحفه ورفع المصحف الثاني، هذا لا بأس. يعني وضعه على الأرض على جهة ليس فيها تقليل للمصحف هذا لا بأس منه. قال من حرمته ألا يمحوه بالبصاق. هذا قد يقع من صغار الطلاب في الألواح وفي نحوها أن يخطئ في الآية فيخاف من الشيخ، فهذا ينهى عنه أن يزيلها بالبصاق. قال ولكن يغسله بالماء. ويعني ربما ستأتي بعض هذه المسائل. حتى ذكروا من حرمة المصحف يعني واحترام المصحف أن القارئ، وهذه عادة سيئة حتى في كتب أهل العلم فما بالك بالقرآن، أنه إذا أراد أن يقلب الأوراق يعني فلا يضع أصابعه في فمه يأخذ من البصاق، فإن هذا يتلف الأوراق وأيضا فيه سوء أدب مع كلام الله. طيب إذا الذي أردنا من هذه المسألة الثانية بيان أن بعض الآداب واجبة وبعض الآداب مستحبة. لكن هنا أقف قليلا حينما تقسم الآداب إلى واجبة ومستحبة. الغرض من تقسيم الآداب إلى آداب واجبة ومستحبة هو بيان الحكم الشرعي. أما سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا إذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن كانوا لا يسألون يا رسول الله هل هذا واجب أو مستحب، هل هذا على الإلزام أم ليس بالإلزام، فإنما كانوا يبادرون لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. بعض الناس اليوم إذا جئت فذكرت يقول هل هذا واجب ولا مستحب؟ مستحب خلاص مش ضروري. لا، ليس هذا الأدب مع الله عز وجل ولا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا طريق السالكين الذين يريدون جنات الفردوس ويريدون المنازل العلى. إنما يجب إذا أتى أمر الله ورسوله أن تقول سمعنا وأطعنا. وإنما هذا التقسيم إنما هو لبيان، نعم في حال ظروف معينة قد يتنازل الإنسان، قد يترك بعض السنن إما لمصلحة راجحة وإما يعني عجزا وإما لظرف معين، لكن أن يكون دأبه أنه ألا يكتفي فقط بالواجب ويترك المستحبات، هذا عياذا بالله على خطر. مكانة الأخلاق عالية جدا جدا في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قصر دعوته صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق. الله عز وجل حينما أثنى على نبيه قال وإنك لعلى خلق عظيم، فأثنى عليه بعظيم الخلق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا قد يعني يشكل على البعض. قال أهل العلم حسن الخلق يتضمن مسألتين: حسن الخلق مع الخالق بتوحيده
في أسمائه وصفاته وربوبيته وخلقه ورزقه وملكه وتدبيره وتوحيده في العبادة، ألا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلا لله. هذا من أعظم حسن الخلق. ثم يأتي مع الخلق، وأعظمها حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واتباع سنته وترك البدع والمحدثات. حسن الخلق مع الوالدين ببرهما والإحسان إليهما. ثم يأتي بقية الخلق. فالدين كله مداره على الخلق. طيب، قال بعد أن ذكر الواجب والمستحب قال مكانة الآداب الفاضلة والأخلاق في الإسلام. طيب، أنا ذكرت الآن مكانتها، وهي ما ذكره يعني هذه النصوص الشرعية من الأحاديث سالفة الذكر. قال للآداب الفاضلة والأخلاق الحسنة مكانتها العظيمة ومنزلتها الرفيعة في ديننا الحنيف، فقد اهتم سلف هذه الأمة بهذه القضية. الأولى أن يقال لذا فقد اهتم سلف هذه الأمة بهذه القضية، وإلا منزلتها الرفيعة ومكانتها العالية تأخذها من نصوص الكتاب والسنة. قال لذا فقد اهتم سلف هذه الأمة بهذه القضية، واهتموا بتربية أولادهم وتلاميذهم على الآداب الإسلامية الحسنة أيما اهتمام، وقاموا بذلك خير قيام حتى قدموا تحصيلها على تحصيله. قال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وقال ابن المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. مهم جدا جدا الاهتمام بقضايا الخلق ومكارم الأخلاق والآداب. يعني الآن ما الذي تنشده؟ الذي تنشده أن تكون لك منزلة عظيمة عند الله عز وجل، وأن يكون لك منزل عظيم في الجنة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أفلا يكون هذا دافعا لنا على تحسين خلقنا؟ أسأل الله أن يرزقنا من فضله العظيم. طيب، قال رابعا، أنا لا أريد أن أطيل وقد أطلت. قال رابعا: أهمية التأدب بآداب حملة القرآن. إن التلاوة الحقيقية للقرآن الكريم هي اتباعه بالعمل بما جاء فيه، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال مجاهد رحمه الله: يعملون به حق عمله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه. قال العالمون بما فيه. طيب، هذه مسألة مهمة مشايخ، وهي يتلونه حق تلاوته. ما المقصود بالتلاوة؟ إذا تتبعت جذر التلاوة تلا، ستجدها أنها تدور على الاتباع، كما قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما معنى القمر إذا تلاها؟ اتبعها، جاء بعدها. فالتلاوة تدور على، في أصل اشتقاقها تدور على الاتباع. فلهذا قال مجاهد، قال في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال يعملون به حق عمله. وهذا ليس فقط عن مجاهد، جاء عن كثير من السلف الصالح من التابعين نفس التفسير، جاء عن كثير منهم نفس هذا التفسير، تفسير التلاوة بالعمل، يعملون به حق عمله. ولكن هذا التفسير من مجاهد له مكانة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه عبد الله بن عباس لما رأى منه فراسة ونجابة، في قصة يعني ليس المقام لذكرها، حينما رأى منه ذكاء ونجابة قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أن يتعلم التأويل وهو التفسير، فحتى صار ابن عباس من كبار المفسرين من الصحابة، مع أنه يعني كان صغيرا في السن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عباس 10 سنوات. حتى أن ابن عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، سمي بترجمان القرآن. عبد الله بن عباس كان من تلاميذه مجاهد بن جبر رحمه الله. يقول مجاهد: قرأت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عن كل آية، شوف سبحان الله، عن كل آية يسأله عن معناها 3 مرات. صبر عظيم جدا وعلم غزير جدا. ولهذا نقول يعني لعل جامعو هذا الكتاب اختاروا، انتقوا تفسير مجاهد، قول مجاهد من سائر
لأن كثير من السلف عرفها فسرها بنفس التفسير، لعل من هذا الباب. ولهذا قال ابن عبد البر: وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه العالمون بما فيه. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فإذا أردت أن تتلو القرآن أن تتبع القرآن، تتلوه أن تتبع القرآن. أمر بأمر تطبق هذا الأمر، نهى عن أمر تجتنب هذا النهي، حتى على مسائل تتصف بها. تأخذ عقيدتك من القرآن، تأخذ منهجك من القرآن، تأخذ عبادتك، أخلاقك، معاملاتك كلها تأخذها مما قال الله وقال رسوله. هنا تكون ممن اتبع القرآن حق الاتباع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. طيب، قال: فينبغي أن يكون حامل القرآن خير الناس دينا وعلما وأدبا وسلوكا، فيلتزم بالفرائض والواجبات، ويحافظ على المندوبات، ويجتنب المحرمات، ويبتعد عن المكروهات بقدر الطاقة، سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل، ظاهرا أم باطنا، حتى يكون من أهل القرآن الكريم حقا، الذين هم أهل الله وخاصته. الآن الأحكام الشرعية، الواجبات، هذه يستوي فيها كل الناس مأمورون بها، كل المسلمون، كل الخلق مأمورون بهذه الواجبات. المندوبات أو المستحبات أيضا هناك ندب واستحباب لها، يتأكد في حق طلاب العلم وفي حق طلاب القرآن الكريم ومدرسيه، أسأل الله أن يعفو عنا، يتأكد في حقهم المحافظة على السنن والمندوبات. اجتناب المكروهات هذا على الكل، اجتناب المحرمات هذا على الكل. الابتعاد عن المكروهات هذا يطلب من الكل، ويتأكد في حق أهل العلم وأهل القرآن. قال: بقدر الطاقة ظاهرا وباطنا، هذه مهمة، ظاهرا وباطنا، هذا هو الإخلاص، أن يكون تركك لها ظاهرا وباطنا، ليس فقط أمام الناس، وإذا خلا يعني عياذا بالله ترك ذلك. قال: وقد وردت نصوص كثيرة في فضل تلاوة كتاب الله وحفظه والقيام به، من ذلك قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال القرطبي رحمه الله: هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل، وكذا في الإنفاق. هذه آية التجارة الرابحة في آخر سورة فاطر، عظيمة جدا، أثنى الله عز وجل فيها على الذين يتلون كتاب الله. ثم سبحان الله، الآن هذا يسمونه عند أهل العلم من عطف الخاص على العام. نحن قلنا أن يتلون كتاب الله ليس فقط يقرؤونه، وإنما يتبعونه، ومن أعظم ما يدخل فيه إقامة الصلاة والإنفاق، سواء كان الإنفاق الواجب أو الإنفاق المستحب. مع هذا خصت بالذكر: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، هذه تدخل تحت يتلون كتاب الله، لأن هذا من تلاوة كتاب الله، من اتباع كتاب الله، ولكن خصت بالذكر لأهميتها. ثم ذكر مسألة سرا وعلانية. العلانية حتى يقتدي بك من حولك، وحتى تظهر هذه الشعائر العظيمة، وحتى تنشط الغير. والسر هنا يظهر الإخلاص، من كان سره كعلانيته أو سره أفضل من علانيته. أما أن يكون في العلانية فقط والسر عكس ذلك، نسأل الله العافية. قال: يرجون تجارة لن تبور. وكيف تبور وهذه التجارة مع الله عز وجل؟ ليوفيهم أجورهم، بل وتفضل عليهم بأن زادهم من فضله سبحانه. ولهذا قال القرطبي: وهذه آية القراء العاملين العالمين. هذه الفضائل العظيمة، وهناك فضائل عظيمة جدا، لكن فقط المقام مقام اختصار، ولهذا لم تذكر. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. يشفع فيك القرآن يوم القيامة، وما يعني بالك بمن شفع فيه القرآن يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، منزلة عظيمة جدا. وهذه أيضا فيها أن التجارة مع القرآن لا تبور. وبعض الطلاب للأسف الشديد قد يفتر وقد يفشل إذا لم يقول: والله درست كذا شهر، لكن ما الحفظ بالهون، وإلا الذاكرة كذا، وإلا النطق. الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، هذه منزلة عظيمة. طيب، ليس كل الطلاب سيمهرون،
قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، قالوا أجر القراءة وأجر المشقة. فحتى الكل مع القرآن رابح، ولهذا كانت التجارة رابحة، الكل مع القرآن. يعني حسبك أنك أمضيت وقتك في طاعة الله. قال وفيما يلي طيب، قال فهذه فضائل القرآن الكريم قد وردت مقيدة بشرط العمل به، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث وأهله الذين كانوا يعملون به. هذه فيها يعني مسألة. هناك الأحاديث التي جاء فيها أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن هم الذين كانوا يعملون به، دون من كان يحفظ القرآن أو يتلوه ولا يعمل به. وهذه فيها فائدة نفيسة جدا جدا ينبغي لطالب القرآن أن يعتني بها، وهي أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والحديث يفسر بعضه بعضا. وطريقة أهل العلم جمع النصوص في الباب، طريقة أهل العلم في جمع النصوص في الباب حتى يعني يكون الحكم ظاهرا بينا. أما طريقة من عداهم عياذا بالله يضربون النصوص ببعضها. فالآن إذا وري حديث آخر يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اجمعوا إلى هذا الحديث أن أهل القرآن هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعملون به. ثم بعد المقدمة شرع المصنفون أو المؤلفون في الأخلاق والآداب. قال وفيما يلي جملة من هذه الآداب على حملة القرآن الكريم أن يلتزموا بها في تعلمه وتلاوته. أولا الإخلاص لله والحذر من إرادة الدنيا بالقرآن الكريم. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بتعليم القرآن الكريم وتعلمه رضا الله سبحانه، فهو القائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. قالوا في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري. وهذا الحديث من أصول الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله، فلما كان هنا بأخرة يعني تأخر الزمن خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم فأريدوا الله بقرآنكم وأعمالكم. قال الآجري بعد ذكره لهذا الأثر فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم. جميل جدا من لطائف الاستدلال في هذا الباب أنه أتى بأربعة أمور. أتى بآية، ثم أتى بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بأثر عن صحابي عمر بن الخطاب وهو من هو أمير المؤمنين، ثم أتى بتفسيره من كلام أهل العلم. هذه طريقة استدلال جميلة جدا لطيفة. طيب الإخلاص لله، هذه من المسائل المهمة جدا التي ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يعتني بها. مشايخنا كانوا يعني طيب نرجع أفضل. طيب كانوا يقولون لنا أو لعلي طيب لا تزالون معي أكيد. طيب لحظة بس. أنا سأذكرها يعني وفاة للمشايخ لما فيها من أهمية. يقول الطالب يأتي للحلقة يريد قراءة القرآن الكريم، سواء كان يريد الحفظ أو ينشد الإتقان، الاثنين، إتقان الحفظ أو إتقان التلاوة. طيب هذه مسألة مهمة. يقولون من أراد دراسة القرآن الكريم عليه أن يعتني بثلاث مسائل. سآتي بها يعني بالعكسنة.
يقولون أن يعتني بكم أقرأ من القرآن الكريم. تمام، كم أقرأ من القرآن الكريم. المسألة الثانية، طيب أنتم معي أكيد؟ ممتاز ممتاز، تمام. كم أقرأ من القرآن الكريم. المسألة الثانية يقولون يعتني بكيف أقرأ القرآن الكريم. إذن كم وكيف. المسألة الثالثة لماذا. أنا ذكرت هذه المسألة بحسب اهتمام الطلاب يهتمون بكم صراحة. أول سؤال يسأله لك الطالب إذا جاء الحلقة: شيخ أنت بنختم جزء عام. طيب جدا جميل، قال معك يا شيخ، باهي ممتاز. متى سأختم كذا؟ متى سأكمل؟ أول سؤال يهتم به الطلاب هو كم، الكم. والواجب هو الاهتمام بالكيف. كيف تقرأ، كيف تحفظ، جودة الحفظ وجودة القراءة، هذا هو مقدم على الكم. طيب لماذا أقرأ القرآن الكريم؟ قال مشايخنا، بعض مشايخنا جزاه الله خير، يقول هذا السؤال يبدأ معك منذ أول ما تفكر في قراءة القرآن الكريم إلى الممات. يعني هذا مش هو الأول ولا الثاني ولا، هذا السؤال من أول ما تبدأ في القراءة إلى الممات. وهو لماذا؟ لأن هذا يدور على الإخلاص، لأن العمل لا يقبل إلا إن كان لله خالصا. طيب، ولهذا قال من أول الآداب هو الإخلاص لله. بماذا استدل؟ استدل بقول الله عز وجل في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لنتأمل الآية، لنتدبر الآية. ألم نذكر قبل قليل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لنتأمل الآية. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذا رقم واحد يا مشايخ، هذا أول دليل في الآية على الإخلاص. مخلصين له الدين، هذه المسألة الثانية. حنفاء، هذه المسألة الثالثة أو الدليل الثالث. سبحان الله، هذه الآية على قصرها، على وجازة كلماتها، جاءت فيها 3 أدلة على الإخلاص، وما ذاك إلا لأهمية الإخلاص. الأولى ليعبدوا الله. يقول ابن عباس، أنا قدمت تعريف بابن عباس قصدا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل موضع في القرآن اعبدوا الله أي وحدوه. احفظ هذا الأثر مهم جدا. كل موضع في القرآن اعبدوا الله أي وحدوه. الآن لننظر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوه، ليرجوه وحده سبحانه، لأن يكون عبادتهم على جهة الإخلاص. ولهذا قال بعض أهل العلم، تجدون في عبارات العلماء يقولون: ومعنى يعبدون يوحدون. من أين أتى بهذا المعنى؟ من أثر ابن عباس. وتجدون أيضا يقولون: فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، مع الإخلاص لله. إذن أول شاهد في الآية إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوه. قال: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جماعة النحو يعربون مخلصين. ماذا تعربون مخلصين؟ أنا أنظر إلى بعض التعليقات الآن، طيب وإن كان متأخرة ولكن طيب: لا تشغلون بالكم، هل سيكون هناك امتحان؟ الآن أنت في مجلس ذكر، الآن أنت في حلقة علم، فلا تشغل بالك بالامتحان الآن. أسأل مخلصين ماذا تعرب؟ ستتأخر الإجابة لأن الواضح أن البث متأخر. طيب، مخلصين يعربونها حال. إذن ما المعنى؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله فيوحدوه بعبادتهم حال كونهم مخلصين لله. هذا الذي أمرت به، أن تكون حالك على الإخلاص، أن تكون حالك على الإخلاص. طيب ممتاز، قال حال، صحيح وإن كان متأخر لكن صحيح. طيب، حنفاء أعربتم، لا ليست مفعول ثاني، حال. أعربتم مخلصين بأنها حال. طيب ماذا تفعلون بحنفاء؟ كيف تعربونها؟
ها، سأنتظر قليلا لعلي آخذ نفس. سأنتظر قليلا لأني أريد أن الإجابات. حنفاء. طيب سأغلق الصوت. ماذا تعربون حنفاء؟ قال حال من الفاعل. صحيح، هي حال لكن ليست من الفاعل، إنما هو من المفعول الذي لا يسمى فاعله، أو من نائب الفاعل من الواو. طبعا نعم، لأنه هو مأمور. نعم، أيضا حنفاء حال يا مشايخ، ليست صفة. حنفاء حال أيضا حال. انظر الآن، تأمل الآية: وما أمروا إلا ليوحدوا الله حال كونهم مخلصين لله وحال كونهم حنفاء. إذا ليس مطلوب منك مجرد العبادة، وإنما أن تكون هذه العبادة على حال الإخلاص، لأن الحنفاء قالوا الحنف هو الميل، والأحنف هو المائل، والحنفاء هنا المقصود الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. المائل عن الشرك إلى التوحيد. سبحان الله، هذه الآية على وجازة كلماتها جاء ذكر الإخلاص في 3 مسائل. هذا يدل على ماذا؟ على أهمية الإخلاص. ولهذا قال: وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. ثم أتى بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، يستدل به أهل العلم على عدة مسائل، ومن ضمنها أن الإنسان العبد لا يجازى إلا بنيته، إلا على نيته، فإن كانت نيته صالحة يعني كان أجره عند الله عظيما. ثم أتى بأثر عمر رضي الله عنه: وما أحوجنا لنشر مثل هذه الآثار اليوم وهذه النصوص الشرعية أن في وجوب الإخلاص، ألا تتعلم بالقرآن، ألا تريد بقراءة القرآن إلا الدنيا. للأسف الشديد اليوم شاع طلب القرآن لأجل المال، وطلب القرآن لأجل الدنيا، وطلب القرآن لأجل التنافس، وطلب القرآن كجزء من يعني يطلبون القرآن كجزء من المظهر الاجتماعي في بعض المناطق وفي غيرها. يعني هذا لا ينبغي إطلاقا، إنما ينبغي أن يكون طلب القرآن لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في الأرض. قال: وأن من عمل منهم بعمل الآخرة لا يريد به إلا الجنة لم يجد عرفها يوم القيامة، أي رائحتها يوم القيامة. هذا الأدلة كثيرة، لكن يعني سنختصر في المقام. ينبغي الاهتمام بهذا. وقال عمر: فأريد الله بقرآنكم وأعمالكم. قال: فإن كان عمر يخاف على قوم في زمنه أن يميلوا إلى الدنيا، قال: فما بالك بنا نحن اليوم. على كل، أول مسألة مهمة جدا هي مسألة الإخلاص لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأنا ذكرت مشايخنا يقولوا أن هذا موجود بالكامل. ينبغي لك أن تصحح نيتك وأن تعالج نيتك دائما، قبل أن تبدأ في التلاوة، وبعد التلاوة، وأثناء التلاوة، قبل الحفظ وبعد الحفظ، كنت شيخ كنت طالب، في الحلقة، قبل الحلقة، بعد الحلقة، دائما تراعي نفسك، لأن مداخل الشيطان والعياذ بالله كثيرة. والله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولا يعني إذا كان الإخلاص هو أساس الدين، يعني فهذا من أعظم ما يفسد، هذا من أعظم ما يفسد يعني العمل، أن تخالطه شوائب الدنيا. طيب، ذكر المسألة الثانية. أنا هنا سأتوقف، سأضيف فائدة، اعذروني عليها، يعني سأضيف مسألة بس. الأصل أن تتبع المسألة الإخلاص لله عز وجل بمسألة عظيمة جدا، لأنهما لا تفترقان، وهي مسألة مناسبة إتباع هذه المسألة بآداب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، القراءة سنة متبعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. فنقرأ كما أقرأنا مشايخنا وكما قرأوا على مشايخهم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقراءة سنة متبعة. أيضا مما يعنى به في مسائل الاتباع تجنب البدع والمحدثات.
من قراءة التمطيط وقراءة التقطيع والترعيد، هذه لم تكن عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. أيضا التقعر والتكلف في القراءة، قد يكون هناك بعض التكلف من الطلاب في البداية للإتقان، إتقان المخارج والصفات، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون حال القارئ على الدوام. الإسراع، إن كان التكلف والبطء الشديد مذموم، فأيضا الإسراع في القراءة مذموم، لم تكن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وإنما هذا الإسراع من البدع المحدثات، ما يعرف بالهدرمة. يأتي الآن يقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: متى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا وكبره تكبيرا. وين مشيت السورة؟ قال: أكملت. كيف كملت؟ هذه القراءة التي لا يعرف أولها من آخرها. وختاما قراءة الألحان الموسيقية والمقامات أيضا منهي عنها ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لماذا أنا ذكرت هذه الفائدة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضية الإخلاص؟ لأن هذان هما شرطا قبول العمل، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصا وللنبي صلى الله عليه وسلم متبعا فيه سنته. قال: المسألة الثانية الدخول بالمصحف لمكان قضاء الحاجة، دورة المياه. هذه فقط تحتاج إلى تعديل عندكم، تقولون عدم الدخول بالمصحف، لأن ذكر هنا ما ينبغي، ما ينبغي فعله أو أن يكون عليه القارئ، فذكر هنا الإخلاص مطلوب، ثم ذكر ذكر ألا يمس إلا على قراءة تامة، القراءة في المصحف. فهنا الدخول بالمصحف هذا من الأمور المنهي عنه. إما أن نقول حكم الدخول بالمصحف أو نقول عدم الدخول بالمصحف لمكان قضاء الحاجة. فلا يجوز الدخول بالمصحف إلى مكان قضاء الحاجة صيانة له من القدر والدنس. لا ينبغي أو لا يجوز الدخول بالمصحف إلى مكان قضاء الحاجة صيانة له، وهو من تعظيم شعائر الله. وكثير من أهل العلم على التحريم بالدخول إلى المصحف إلى ما يعرف بالمراحل. لكن هناك يعني مسائل، وفيه تكريم للمصحف. هناك مسائل، إن كان المصحف إن دخل بشيء من يعني طيب الدخول بالمصحف لا يجوز. طيب اليوم تأتي مسألة يقولون كما يقال اليوم عصرية: الدخول بالنقال وفيه المصحف. قال أهل العلم: إن كان القرآن مفتوحا مسموعا في المصحف فهذا لا يجوز الدخول به، أو كان مفتوحا على الشاشة أيضا حكمه حكم المصحف، لا يجوز الدخول به. وفيما عدا هاتين الحالتين فلا بأس. نعم، هل يجوز الدخول بالهاتف الذي يحوي على القرآن؟ أنا فقط الآن كيف ذكرتها، لكن الصوت يصلكم متأخرا قليلا. قال: الأدب الثالث من الآداب ألا يمس المصحف إلا على طهارة تامة. يقصد بالطهارة التامة يعني أن يكون طاهرا من الحدث والخبث، أن يكون طاهرا، أن يكون متوضئا، ألا يكون جنبا، وأن يكون متوضئا، طهارة الكبرى والصغرى. قال: فيستحب للقارئ أن يقرأ وهو على طهارة وإن لم يمس المصحف، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، كما ينبغي حث الطفل الصغير غير المميز على التطهر لمس القرآن الكريم وترغيبه في ذلك وبيان حكم ذلك وحكمته. هذه مسألة الطهارة التامة ذكرها بالاستحباب. الآن لنأتي للمسائل. أن يكون الإنسان، طبعا أعلاها أن يكون متطهرا متوضئا، أن يكون متطهرا متوضئا، هذا لا خلاف فيه، هذه أفضل الأحوال. ويعني هذا له أن يقرأ من حفظه غيبة أو من المصحف نظرا. طيب أن كان محدثا، كان على جنابة أو عليه الحدث الأكبر، طيب لا، إن كان عليه الحدث الأصغر يعني غير متوضئ لا بأس، يعني وقرأ فقط جاز بإجماع المسلمين. إن كان الحدث الأصغر فلا بأس. طيب مس المصحف فيه خلاف. إن كان جنبا وأراد القراءة أيضا فيه خلاف، ولعل الراجح فيهما الجواز، لكن فيه خلاف عند أهل العلم. ثم ذكر مسألة مهمة وهي تعليم الصغار على ذلك. إخواني الآن الطفل يؤمر بالصلاة، تمام، إن كان يعني مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات لنقل 7 8 سنوات يؤمر بالصلاة. لكن إن أردت أن تأمره بالصلاة تأمره بالصلاة الشرعية، أن تكون بالوضوء. لا تقول هذا صغير
لعله يصلي بدون وضوء أو غيره، لا، هذا فيه الترغيب. يؤمر بالصلاة وما فيها الصلاة، أنت تريد أن تعوده على الصلاة، ومن شروط الصلاة الوضوء، فأنت ما فعلت شيئا. وكذلك فيه فائدة أن كلام أهل العلم هذا، أن الطفل يعود على الفضائل ويعود على الأمور الواجبة حتى إذا كبر وجدها سهلة ميسرة عليه. طيب، قال الأدب الرابع عدم وضع ولذا أنا قلت أضيف عدم هناك، عدم الدخول حتى يستوي التعبير. قال الأدب الرابع عدم وضع الأوراق التالفة من المصحف في سلة المهملات. على المسلم أن يحتسب في التخلص من الأوراق التالفة من المصحف بالطرق المشروعة، إما بحرقها أو بدفنها في مكان طاهر، أو أن يعطيها لمن يقوم بذلك من المسلمين. فقد قام عثمان رضي الله عنه بإرسال المصاحف التي أجمع عليها الناس إلى الأمصار، وأمر بحرق المصاحف الأخرى حتى لا يلتبس على الناس أو يحصل الخطأ، كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري باب جمع القرآن. طيب، هذه مسألة لعلي أختم بها، أنا كنت أريد أن أختم بالمسألة الخامسة، ولكن كما يقال الحديث ذو سجون، الحديث ذو شجون، وأنا أحاول أن لا أطيل لكن للأسف الشديد. طيب، نختم بهذه المسألة إن شاء الله، ختم الله لنا ولكم بالحسنى. مسألة الأوراق التالفة من المصحف، هذه المسألة تواجه كثيرا الكتاتيب، خصوصا الذين يقرؤون بالمذكرات ويقرؤون بالكراسات. بعد فترة من الزمن بعد مدة من الزمن بعض الطلاب يترك كراسة قديمة، بعضهم ينقطع، بعضهم ينتقل إلى مكان آخر، يعني طيب، لعلي أنبه على قضية نبهت عليها بالأمس وأعيدها اليوم: لا تنشغلوا في التعليقات بالرد والرد على الرد والرد على الرد على الرد، لا تنشغلوا بهذا. يعني اجعلوا اشتغالكم بالدرس، ولعل تلك التعليقات تعودون إليها فيما بعد. طيب، تأتي إلى المسجد فتجد كثير من الكراسات والمذكرات والأوراق، وأحيانا مصاحف، بعض المصاحف القديمة يكون أوراقها تالفة، كيف يتعامل معها؟ قال على المسلم أن يحتسب، لأن هذا التخلص قد يعني فيه عمل، ومعنى الاحتساب أنك تنوي أن يكون لله، حتى وإن كان فيه بعض المشقة عليك، إذا احتسبته لله ستهون هذه المشقة. يتخلص من المصحف الذي عليه أهل العلم أن التخلص من المصحف له حالان: إما بالحرق أو بالدفن، إما بالحرق أو بالدفن. أما الحرق فهذا الذي عليه يعني فعله عثمان رضي الله عنه على ملأ من الصحابة، أظن أنهم ذكروا أنهم 12,000 حينما جمع الناس على مصحف الإمام، المصاحف الأئمة في القصة المشهورة ولعلها تأتي معنا، أمر بما سوى ذلك من المصاحف أن يحرق، فتحريقه يعني لا بأس فيه، لأن فيه صيانة للمصحف. انظر الآن، لأن ليس المقصود من التحريق هنا، أنا أعود فأذكر، حينما جئنا إلى قضية وضع القرآن على الأرض قلنا يوضع، لا بأس بوضعه على الأرض ما لم يقصد التقليل، وهذا ظاهر. حينما يأتي إنسان يقرأ فيسجد سجود تلاوة ويضع المصحف بجنبه ثم يعود فيقرأ، بخلاف من يضع المصحف على الأبواب أو يضعه في الطرقات، هناك فرق. كذا هنا التحريق، البعض قد يحرق المصاحف عياذا بالله، يعني بغضا لها لأنه لا يريدها أن تنتشر، لكن هنا التحريق بنية أن الحفاظ على حرمة القرآن الكريم، وهذا عليه السلف. قال أو بدفنها، ذكر أهل العلم أما الحرق فلا بأس، هذا يعني مشهور ولا يشترط فيه شيء لأنه ستختفي الكتابة. أما الدفن قالوا أن يكون بمكان طاهر، يعني ولا يكون بموضع قاذورات، ولا يكون بممرات الناس، لا يأتي في الشارع والطرقات فيدفنه في الشارع والطرقات، إنما يدفنه في مكان طاهر يعني ليس مطروقا. أو أن يوكل، هنا قال أن يعطيها لمن يقوم بهذا. لعلنا نختم بهذه المسألة، ونبتدئ إن شاء الله يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بالمسألة الخامسة، وهي القراءة في المصحف والنظر فيه وعدم هجره. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اعطوني بعض الوقت أعلي أنظر إن كان هناك أسئلة لها تعلق بالدرس. أول سؤال هذا
يعني تكرر كثيرا، بل تكرر يعني أكثر مما، وهو هل هذا المنهج داخل في الامتحان؟ هل سيكون المنهج في الامتحان؟ كيف سنمتحن في هذا المنهج؟ إخواني، أعود فأقول: أنتم الآن في مجلس علم، في مجلس ذكر. أشغل نفسك بالفائدة، أشغل نفسك بكيف تستفيد، كيف يحضر قلبك، كيف أنك أنت تعظم شعائر الله. أما الامتحان له يعني موضعه، وله ستكون له ندوة خاصة إن شاء الله. طيب، هذا أظن هذا السؤال الوحيد الذي جاء يتعلق بالدرس. كيف سيكون الامتحان؟ هل سيكون تحريريا؟ هل سيكون شفويا؟ طيب، هل هناك أسئلة تحريرية؟ نفس الأسئلة. ما يتعلق بالبث قد يعني الحمد لله رب العالمين نحن نبذل جهدنا في هذا، والتوفيق من الله عز وجل. يعني ما اجتماعنا الآن مع الظروف المحيطة بنا وهذه الوباء وغيره، يعني إلا إن شاء الله دليل على رغبة صادقة من الجميع، ويعني ليس بسهولة حتى مع وضع الكهرباء ووضع الإنترنت، ولكن الحمد لله رب العالمين هذا لعله أن يكون في موازين حسنات الجميع. قبل أن أختم الدرس أعود إلى الغرفة فأنظر هل هناك أسئلة. لم تأتي أسئلة. قال: ما زال على العشاء 10 دقائق، العشاء أذن، اعذروني على الإطالة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر: كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجلس مجلسا فيه ذكر أو قرأ فيه القرآن إلا ختم بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.